الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه فجعل منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب. نحمده سبحانه وتعالى حمد المزيد الطامع في المطالب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب. سبحانه وتعالى هو الله القوي الغالب. أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل شيء ثابت أو سائب؟ أرأيت الشموس كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت النمل كيف خزن غذاءه فهل على غذاء النمل من حاسب أو كاتب؟ أرأيت النحل كيف رشق رحيقا من الزهور فأخرج الشفاء مشارب؟ أرأيت النمل كيف خزن غذاءه وتوكل على ربه رب الربائب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حالب؟ أرأيت الأرزاق كيف دبرت وهل للطير زارع أم كاتب؟ أرأيت الفرخ كيف نقر بيضته فخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع لله فلا نجاة لعبد هارب. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الملك الواهب. سل العدول هل عاب محمد في خلقه عائب؟ وسل الشهداء في يوم بدر عن الصادق ومن الكاذب. وسل سراقة بن مالك حين ساغت منه فرسه حتى المناكب. وسل أم معبد حين سقاها اللبن والشاة مجهدة وعائب. وسل المسجد الأقصى عن قرآنه والأذن تسمع والملائكة مواهب. وسل السماوات السبع هل وطئها أحد قبله إن كان راجل أم راكب؟ وسل الروح الأمين لماذا توقف عنك الحجاب ومن الحاجب؟ وسل العشاق عن حبهم لرسول الله. والناس فيما يعشقون مذاهب. اللهم صل عليه وعلى آل بيته أهل الفضائل والمواهب، وعلى من أحبهم واتبع سنتهم عدد ما في الدنيا من عجائب وغرائب. أيها الجمع الطيب الكريم، ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم تكريما للأم المربية الفاضلة. أسأل ربي أن يتجلى عليها بواسع رحماته، ومشاركة لأنجالها الأعزاء جميعا الشيخ عصام عبد الدايم والأستاذ صلاح عبد الدايم وكيل معهد البيروم الابتدائي،
الشيخ عبد المولى والحاج محمد عبد الدايم، الله أسأل لهم جميعا أن يجعلهم خير خلف لخير سلف، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، ومن داخل لؤلؤة الصرادقات المتميزة على مستوى محافظة الشرقية تحت إدارة الحاج إبراهيم أبو طه بسنتريس، يطيب اللقاء ويسعد المساء، وننشق جميعا بريح عطرة الوجود حتى يتعانق ربيع الطبيعة مع ربيع الوجود كله. حري بنا أن نعطر الأجواء والأصداء في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا العلم القرآني من أعلام قراء مصر، والذي شرف به الأزهر الشريف عالما ومعلما جليلا، فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر السيد أنور، القارئ والمقيم بكفر الحاج عمر مركز فاقوس، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
وأيوب إذ نادى ربه وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا
هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا فمن يعمل من الصالحات كفران لسعيه فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم. زيدك ربنا يا رب. عليك يا مولانا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من هذا المنطلق يتبين لبني آدم أنهم لن ينالوا في دنياهم ولا أخراهم داخل القبر إلا عمل صالح قد قدمه ابن آدم إلى ربه. وصدق من قال يا ابن آدم تزود من زادك للمعادي وقم لله واجمع خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن ذلك يجمع للنفادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ كانت هي تلاوة الموقرة للعلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر السيد أنور القارئ والمقيم بكفر الحاج عمر مركز فاقوس. وكانت تلاوة موقرة تكريما لأمنا الراحلة الكريمة فقيلة عائلات عبد الدايم بن عميرة. الله أسأل أن يتجلى على الأم برحماته في قبرها. شكرا باسم حضراتكم لصاحب لؤلؤة السرادقات وهذا القصر المشيد الذي كمل على أكمل وجه تحت إدارة الحاج إبراهيم أبو طه بسنتريس مركز أبو كبير، وعبر أسير هذه الهندسة الإذاعية والصوتية المهندس أحمد منصور أبو دلاتة ببني صغير، ومن داخل قصير واجبات الضيافة الكبرى أولاد أبو خضر الكفر شاويش،
عبر أسير شاشات الإنترنت العالمية للمهندس محمد النجار بالعريق مركز قبرص.